صباح الخير عليكم، إن شاء الله يومكم يكون جميل وزي الفل. تعالوا هنعمل مع بعض النهارده بسكوت النشادر، سألتوني عنه كتير قوي في الحلقة. عملنا مع بعض بسكوت البرتقان، كان نكهة ولون وحاجة كده كرملة لقشر البرتقان تحفة. وهنعمل مع بعض إن شاء الله النهارده بسكوت النشادر، هش وخفيف وفي نفس الوقت ناعم وبيدوب، لكن في قرشة كده جميلة جدا نتيجة آه، النشادر ونتيجة الطريقة. بقى أنا هقول لكم وإحنا شغالين إيه اللي هيخليه واخد معاكي وزن خفيف وتوريقة كده في منتهى الجمال. أنا هقول لكم مقاديري عشان واحنا شغالين هنبدأ كده واحدة واحدة أعيدها لكم تاني. أول حاجة هناخد مع بعض كيلو إلا ربع من الدقيق، وهنحتاج طبعا دقيق جميع الاستخدامات، وهناخد كمان مع بعض نص كيلو من الزبدة. وتعالوا هنقول الباقي بقى واحنا شغالين سوا مع بعض. هنا أنا نزلت بكوبايتين من السكر البودرة، وهنزل عليهم بنص كيلو من الزبدة أكون مبردها شوية في التلاجة، مش يعني خلوا بالكم هي طرية بس باردة. وهبدأ أعمل عملية خفق بالكف، مش عايزة طبعا أداة العجن أو سلاح العجن. وهلف كده حلو جدا لحد ما تدوب خالص معايا والسكر يختفي. هنزل ببيضة أدي أولى حجمها كبير بدرجة حرارة المطبخ، وبيضة تانية، وطبعا معاهم معلقة فانيليا صغيرة أهي، ويندمج حلو قوي معايا. وخلوا بالكم الزبدة ما تبقاش ساقعة قوي عشان ما يخرسش منك، ما تخرسش الزبدة بعد نزول البيض. هنا عندي كيلو الا ربع من الدقيق، حطيت عليه معلقة بيكنج باودر كبيرة ممسوحة جدا جدا، ممسوحة قوي. وهنا في نص كوباية من اللبن الفاتر، حطيت عليها معلقة كبيرة من النشادر ممسوحة خالص خالص على قد ما تقدري. وخلي بالك ينزل بقى اللبن بالنشادر كده خط رفيع خالص على خليط البيض بالزبدة لحد لما يبدأ، هو مش هيتشرب، هو بس هيختلط اختلاط حلو قوي. وهننزل عليه بعد كده دفعة واحدة، مش على دفعات، انا مش عايزة عرق، خلوا بالكم مش عايزة انشط الجلوتين في الدقيق. فهنزل دفعة واحدة هي بخليط الدقيق على خليط البيض. يدوب بس هيندمج معايا، خلوا بالكم مش هكتر يا عجن عشان ما يطلعش البسكوت ناشف منك، والزبدة ما تسحش زيادة. اندمج وبداني القوام اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض ده. هوقف وهبدأ أعبي في كيس الحلواني عشان نشتغل. أنا هنا هوريكم المشط أو البلبلة اللي أنا هشتغل بيها، العريضة اللي واخدة ناحية سادة وناحية مشرشرة على الضيق. وهبدأ كده أحطها في المج عشان أساعد نفسي وأعبي. طبعا ممكن تبرديها شوية في التلاجة لو الجو حواليكي سخن قوي، أو مثلا خبزتي في الفرن كحك أو حاجة الأول والجو سخن في المطبخ، دخليها عندك التلاجة شوية. تمام، احنا زبدة فيها بتبريد عندنا من الأول فساعدتني، ما احتجتش ان انا اريحها، اشتغلت مباشرة وعبيتها في كيس الحلواني. تاخدي كمية بسيطة يعني كمية على قد ايه ما تقدري تقطعي عشان ما تبذليش مجهود كبير، والقمع يشتغل معاكي كويس جدا وانتي بتقطعي. وهنجيب السيجان ونبدأ نشتغل. هتقطعي طبعا بحجم اللي احنا بنجيبه. عندك اختيار تاني غير البلبلة دي، ممكن المشط الضيق اللي واخد سن فوق وتحت، يطلع لك بسكوتة حجمها أرفع. لما تيجي تتعاملي مع قمع الحلواني خلي بالك ان ما تديش ضغطة جامدة قوي عشان ما تطلعش معاكي البسكوتة تخينة وبالتالي تبقى ايه، طرية، ما تبقاش مقرمشة. دي نقطة. النقطة التانية، كل الصواني اللي انا هقطعها دلوقتي دي هتدخل عندي في التلاجة تبرد، وتدخل بعد كده وهي ساقعة خالص على الفرن السخن على 180 مفتوح قبلها بحوالي 10 دقايق او 7 دقايق اقل حاجة. هيقعد معانا قلنا من 25 ل30. كل شوية هغير مكان الصواني، اللي فوق ينزل تحت واللي تحت ينزل فوق. هنا انا قطعت الكمية كلها، دي كل الكمية وكان ناقصها كمان صاج. دخلت تلاجة بردت، دخلت عندي فرن، ودي النتيجة بعد الخبز. هنا عشان أنا كنت عايزة أوريكم الفرق بين التسوية بتاعة الصاج الحديد أو المعدن ده والتسديد من تحت اهي، بتبقى واخدة لون أغمق شوية لأنه سريع في التسوية جدا. قلتلكوا هايل هايل يا جماعة الصاج في السوا. وهنا صواني الألومنيوم اللي بتبقى أتقل شوية، وبكرر تاني انها بتغيب اكتر وسواها مختلف، برضو مدياني لون في منتهى الجمال. بس عايز متابعة، كل شوية باخد صينية من فوق اطلع تحت والعكس، وخلوا بالكم. خلاص، انا كده قلت لكم كل التفاصيل. ولو هنحب نعمله بجوز الهند، نص كوباية اللبن هحط فيها ربع كوباية من جوز الهند واغليها على النار، واخد النكهة بتاعتي بعد ما اعصرها كويس جدا واشتغل بيها.
واسيبكم بقى تشوفوا ايه تفاصيل الصور. كل سنة وانتم بألف خير. معلش استنوني صحيح قبل ما تسيبوني، مهم جدا اقول لكم النشادر ما تكترش عشان ما يفرش منك في الفرن جامد ويبقاش طالع سايح وبالتالي محروق. لو عايزه تعمليه بالمكنه كيلو الا ربع دقيقه هيبقى كيلو، وهيدخل التلاجة عندي يرتاح ساعتين، وبعد كده تستخدمي المكنه بيه وتقطعيه. التبريد مهم جدا يا جماعه عشان هو اللي هيعمل معايا التوريقات، وهو اللي هيديني بسكوته خفيفه وهشه جدا. كل سنه وانتم بألف خير.